السلام عليكم أعزائي وأهلا وسهلا فيكم. ليش المرأة بتتركك بسهولة؟ ولماذا تعود فقط عندما تشعر أنك بدأت تبتعد؟ في أغلب الحالات بيكون السبب هو أنها تعودت منك على نمط سلوكي واضح. دائما بتلاحقها، دائما بتسعى بكل جهدك ترجعها لحياتك. أما إذا كنت فعلا غلطت بحقها فهون الوضع مختلف. سبق وحكينا بعدة فيديوهات عليك تعتذر، تشوف الخطأ وتصححه، تعترف بالخطأ وتحمله سلوك ناضج ومطلوب. موضوعنا اليوم فهو عن المرأة التي عند أول خلاف، أول موقف ما عجبها بتقرر الرحيل، تقرر إنهاء العلاقة بكل بساطة، لأنها عارفة ومتأكدة رح تركض وراها وتترجيها وما رح تهدى إلا وهي وراجعة معك. وهون العقل عندها صار مبرمج إن المغادرة سهلة ورجعتك مضمونة، صارت تتركك على أتفه الأسباب. لكن اليوم لازم تخالف توقعاتها، لا تكون ذلك الشخص اللي بيركض وراها أو بيترجيها أو بينفعل وبيشتم. لا تعود تكرر نفس السيناريو وهي بترفضك. أول شيء بيعمله الشخص بعد الانفصال بصير يفكر كيف بقدر خليها ترجع لي، كيف خليها تندم على اللي عملته. الجواب على سؤالك هو شيء واحد يخليها مش بس ترجع لك بل تتمنى أن ترجع لك، وذلك عن طريق الاختفاء الصح. في علم النفس سموه الاختفاء الذكي. تطبق الاختفاء بطريقة صحيحة، وهو ان تقطع كل وسائل التواصل، لكن مش من حياتك ككل، فقط من حياتها هي او من حياته هو. توقف عن الرسائل، لا تبعت رسائل. توقف عن التهديد، الشتم، التوسل، الحديث عن الألم، قطع جميع أنواع التواصل معه. التواصل المستمر واللح عليه والضغط بالتهديد أو بالشتائم، بالعنف أو بالترجي توتر له أعصابه. مسجات، تليفونات، وليش ما بترد، وإنك ما عرفت تعيش من دونه. كل هيدي الأساليب ترهقك نفسيا وتؤذيه أكثر وتخليه ينفر منك بدل ما يقترب. لما تلاحقه وتستعطفه بتثبت له انه لسه بمتناول ايده، انت موجود. وهون بيت القصيد لازم تقطع كل التواصل بهدوء وبلا دراما. بدك تختفي الاختفاء الصح، مش اي اختفاء. يعني تختفي من حياتها هي وبس، اما حياتك بتبقى مثل ما هي وافضل كمان. ما تغير حياتك، تابع يومياتك، استمر بالظهور على السوشيال ميديا بطريقة طبيعية. اطلع، اضحك، عيش. ليه؟ لأنك لما تورجيه إن انفصاله ما كسر فيك شيء، بتكسر عنده إحساس الضمان، بتخليه يعيد التفكير، يبدأ يشك، يتساءل ليش ما تأثر، ليش ما رجع. طيب كيف تقدر تقاوم عواطفك وتطبق هذا الاختفاء؟ اكتر اللي بيقولوا ما قادر اختفي ابعد عنه، أو بيقولوا بخاف اختفي وينساني. اتذكر قاعدة ذهبية: ما فيك تجبر حدا يضل بحياتك. لما تستوعب هيدي النقطة تتحرر من التعلق وبصير عندك قوة تقطع التواصل من دون ما تحاول تلفت انتباهه بالشفقة أو الضعف، لأن الشفقة ما بتبعت رغبة ولا بتخلي حدا يرجع لك. لا تحاول تستعطفه. إذا بدك حدا يرجع لك اشتغل على عقله مش على قلبه. لا تبعت له أنا ما عم بقدر أعيش من دونك، أنا بالمستشفى، أو رح أموت إذا برجعت. أنت هون بتشتغل على عواطفه، بينما هو أصلا مشاعره متراجعة أو مغلقة. طب كيف؟ بتشتغل على نفسك، تتحكم بسلوكك وردات فعلك. لو عرفت تتحكم بردات فعلك
وتحليت بالصبر، انت رح تخليه يتمنى يرجع لك، حتخليه يندم انه تركك او ابتعد عنك. ففرجيه ان انفصاله عنك ما اثر عليك. شو هي الخطوات العلمية تطبقها؟ هن خطوتين اساسيتين. الاولى، اتحكم بردات فعلك. لا ترد بانفعال، لا تاخد قرارات وقت الغضب. كتير من التصرفات الارتجالية ما فينا نصلحها بعدين، وبتكون سبب بالندم لاحقا. حتى ولو كان هو اللي قرر وطلع منك، اتحكم بردات فعلك. انتبه ما تاخد قرارات وانت غاضب. القرارات الانفعالية ممكن توديك للهاوية. حافظ على هدوءك، خاصة إذا كان الانفصال تم بأدب ومن غير أذى. وهون نقطة مهمة، لا ترد البلوك بالبلوك، خاصة إذا كانت نهاية العلاقة بينكم كانت سليمة. نقطة مهمة، لحظة الفراق كان فيها احترام وأدب، مش صريخ وتهديد وبهدلة أو تعنيف. هيدي نقطة كتير مهمة وكتير أشخاص بيقعوا فيها. اتأكد من انه رح يرجع ضيفك طالما ما في اذى بالعلاقة، ما في فضايح، ما اذيته باي كلمة او اي تصرف. اذا العلاقة انتهت باحترام، ما في داعي تقفل الباب كله. خلي الباب مفتوح، لان احتمال كبير هو يرجع يتواصل، وحتلاقيه بيراقبك من حسابات تانية او بيسأل عنك من بعيد لبعيد، بيتواصل مع أقرب الناس إلك. الشيء الثاني تخلي الشخص يتمنى يرجع لك هو إن تجذبه من جديد، تكون مرغوب. كيف؟ العمل على نفسك من جديد. بدك ترجع الجاذبية اللي خسرها الطرف الآخر اتجاهك. ابدأ بشكلك الخارجي، اشتغل على لبسك، على مستقبلك، على شغلك، على كتير أشياء. اهتم بنفسك، بأناقتك، رياضتك، اهتم بصحتك، حقق نجاحات عملية، اهتم بعلاقاتك الاجتماعية، يشوفك سعيد غير متأثر. هيدي نقطة مهمة جدا، رح تجذبه من جديد بأناقتك، بجمال روحك. لما يشوفك بأفضل حالاتك رح يشعر بالخسارة، حيحرك عنده عقله يفيقه. أنا تركت شخص ناجح وسعيد، هل كنت غلطان؟ هيدا المظهر الخارجي له تأثير كبير على الشخص. الاعتناء بنفسك مهم لنفسك، لذاتك أيضا. تهتم بصحتك النفسية والجسدية، بأكلك الصحي، بساعات نومك، بشرب المي. انت رح تحسن من شعورك، هيدا له تأثير إيجابي على نفسيتك. من أهم الأمور أنك تحافظ على صحتك. لذلك إذا بدك يندم وتخليه يرجع لك، ركز على حياتك، تواجد مع ناس بترفعك مش بتكسرك. تجنب مظاهر الحزن والانتقام، انت اتدمرت من بعده. لا تنشر ستوريات فيها كآبة أو فيها تدعي عليه حسبي الله ونعم الوكيل فيه، أو كلام بيقهر. هالأساليب مش بس بتنفره، بل بتقلل من قيمتك قدامه، تضعفك. الناس ما بتنجذب للضحية، بتنجذب للقوي، للثابت، للمتماسك. باختصار، فإذا بدك ترجع العلاقة خليك شخص يستحق العودة، مش بالكلام ولا بالدموع ولا بالضغط، بل بالهدوء، بالنضج، وبالتحول للأفضل. لأن اللي بيشوفك عم تتقدم وعم تزدهر رح يندم إنه تركك، ورح يتمنى لو عنده فرصة جديدة معك.